الفنانة روزينا لطخاني عضو بمجلس الشعب. من هي روزينا لطخاني التي عينها الرئيس أحمد الشرع وشاهد والديها؟ في خبر لافت، تم صدور قرار بتعيين الفنانة السورية روزينا لطخاني عضو في مجلس الشعب السوري بقرار من الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمة الثلث المكمل. من الجدير ذكره أن روزينا لطخاني مستمرة في مسيرتها الفنية، حيث جاء خبر تعيينها بالتزامن مع مشاركتها في مسلسل طريق العودة، وهو مسلسل درامي يعكس آلام اللجوء والعودة، في حين يأخذنا في رحلة مليئة بالمشاعر الإنسانية والمواقف المؤثرة، يلتقي فيها الأكشن مع الدراما الاجتماعية. رسميا تم تعيين الفنانة السورية روزينا لطخاني عضوا في مجلس الشعب السوري، وذلك ضمن قائمة الرئيس أحمد الشرع. وانضمت روزينا لطخاني ل15 امرأة اختارهم الرئيس السوري أحمد الشرع لعضوية المجلس ضمن قائمة تتألف من 70 عضوا يشكلون الثلث المكمل لعدد أعضاء مجلس الشعب 210. الفنانة السورية وعضو مجلس الشعب السوري روزينا لطخاني مع والدها ووالدتها. وتم اختيار الباقي في وقت سابق من خلال الهيئات الناخبة في عملية انتخابية من عدة مراحل بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2025. وشكل الخبر منذ صدوره مفاجأة لعشاق الفنانة السورية الذين شاركوها الفرحة من خلال تعليقاتهم الإيجابية حول قرار تعيينها. روزينا لطخاني من مواليد مدينة حما عام 90. في عام 2014 استكملت دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم السينوغرافيا، وتوجهت بعد ذلك للتمثيل. أولى أدوار الفنانة السورية روزينا لطخاني تمثلت في مسلسل أهل الغرام بموسمه الثالث، لكن صعود مسيرتها الفنية جاء خلال ظهورها في مسلسل شوق لحازم سليمان ورشا شربتجي، فضلا عن مشاركتها في مسلسل الهيبة إلى جانب النجم السوري تيم حسن. شاركت الفنانة السورية روزينا في عدد من الأعمال الدرامية التي أسهمت في ترسيخ حضورها، من بينها عناية مشددة وبانتظار الياسمين والشوق. لكن شهرتها الأوسع جاءت من خلال مسلسل الهيبة من إخراج سامر البرقاوي، حيث شاركت إلى جانب منى واصف وتيم حسن في دور منى شيخ الجبل. واستمرت في تجسيد الشخصية على مدار 4 أجزاء من العمل بين عامي 2017 و 2021. وفي تعليق لها خلال إحدى المقابلات الصحفية، وصفت روزينا هذا العمل بأنه أحدث تحولا مهما في مسيرتها الفنية. كما برز اسمها عام 2017 في المسلسل المثير للجدل غرابيب سود، حيث أدت شخصية حفصة، وهو عمل عربي مشترك شارك فيه أكثر من 50 ممثلا وممثلة من 7 دول عربية. وتناول أحداثا تدور داخل معسكرات تنظيم الدولة في سوريا والعراق، مسلطا الضوء على انضمام النساء إلى التنظيم والمشاركة في عملياته. كذلك شكل مسلسل ولاد بديعة محطة بارزة في مسيرتها بعدما حصد الدور الذي قدمته إشادات واسعة، وهو مسلسل من إخراج المخرجة السورية رشا شربتجي، وبطولة الفنانة السورية سلافة معمار ومحمود نصر ويامن حجلي وسامر إسماعيل، وعرض في موسم رمضان 2024. وتستعد الفنانة السورية روزينا لطخاني للظهور في سباعية طريق العودة من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج فادي وفائي، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم محمد حداقي
وريم علي وجوان خضر ورامز الأسود وفراس إبراهيم ونوار بلبل. ويتناول العمل معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات والتفاصيل المؤلمة التي عاشوها وفكرة العودة إلى البلاد، حيث يطرح قضايا مهمة كالفقد والهوية والانتماء. كما تشارك الفنانة السورية روزينا في بطولة مسلسل السوريون الأعداء للمخرج الليث حجو، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الدراما السياسية الاجتماعية، ويمتد عبر 3 مراحل زمنية تبدأ من سبعينيات القرن الماضي مرورا بثمانينياته وصولا إلى مطلع عام 2011. وتدور أحداثه بين حما وتدمر ودمشق، متناولا عالم السجون السورية وأساليب القمع والتعذيب خلال فترة حكم الأسد. أما عن موقفها من الثورة وتحرير سوريا، كانت روزينا من بين الفنانين الذين تفاعلوا عبر منصات التواصل الاجتماعي معبرين عن موقفهم الداعم للثورة السورية. كما نشرت صورا ومقاطع فيديو عبرت فيها عن فرحتها بعد تحرير سوريا في 8 ديسمبر كانون الأول 2024. ومن بين ما نشرته صورة لأهالي مدينتها حماة وهم يحملون علم سوريا الحرة، وأرفقتها بتعليق: يا ريت حافظ الأسد عايش وشوف حماة بعد 54 سنة.